يوم 4 سبتمبر 1954 جه بلاغ بحاجة غريبة جدا من نوعها، وهي اختفاء طيارة من على الرادار، وإنها ملهاش أي أثر في الجو ولا في المحيطات ولا على أي مكان في وجه الأرض. والطيارة دي كانت طالعة برحلة رقمها 513، وأظن إن دي أغرب رحلة ممكن تسمعوا عنها في حياتكم كلها. مش عشان اختفت ومعرفوش مكانها، لا خالص، دي عشان رجعت بعد 35 سنة من اختفائها، وكأن مفيش حاجة حصلت أصلا. رحلة الطيران 513 سنتياغو هي واحدة من أكتر القصص غموض ورعب لحد دلوقتي في العالم. وده زي ما قلنا، مش لأنها اختفت، لأ، دي لأنها ظهرت بعد 35 سنة من اختفائها. الأحداث بدأت في مدينة أخن اللي كانت موجودة في ألمانيا الغربية سابقا، وطلعت وقتها الطيارة من مطار المدينة في رحلة روتينية جدا. كان يوم 4 سبتمبر 1954، وعلى متن الرحلة دي 92 شخص، من ضمنهم طاقم الطيارة نفسه اللي كانوا حوالي 4. والرحلة دي طلعت والدنيا جميلة ومفيش أي مشاكل خالص، وكانوا رايحين على مدينة سنتياغو في البرازيل. بس فجأة وبدون أي مقدمات، بعد حبة وقت قليلين، بدأ يحصل شوشرة وحبة حاجات غريبة بتحصل على الطيارة وعلى أجهزة الاستقبال بتاعتها. لحد كده كانت الأمور طبيعية جدا وبتحصل في أحسن الرحلات. لكن بعد كده انقطعت جميع وسائل الاتصال بالطيارة نهائيا، بعد ما كانت الطيارة تقريبا بقالها في الجو ساعات قليلة جدا من طلوعها، وتحديدا فوق المحيط الأطلسي. وأكيد طبعا كلكم أول ما سمعتوا المحيط الأطلسي استغربتوا. وبعدها اختفت الطيارة نهائيا. في الأول كانوا فاكرينها اتحطمت أو اتخطفت، وقالوا أكيد إن اللي خطفها هيتصل بيهم عشان يساومهم. بس ده برضو ما حصلش خالص، وفضلوا يدوروا على الطيارة بالأيام والأسابيع والشهور في كل المحيطات وفي كل المطارات وفي كل حتة بالعالم على أمل إنهم يلاقوها. بس للأسف ده برضو ما وصلهمش لأي حاجة وما لقوهاش، ومحدش كان عارف إيه اللي حصل للطيارة دي خلاها اختفت بالشكل الغريب ده. وفضل أهالي الركاب يتواصلوا مع الحكومة لحد ما الحكومة والشرطة يئسوا وأعلنوا تأييد الحادثة ضد مجهول، لأنهم ما قدروش يوصلوا لأي حاجة، وحطوا مبررات وتفسيرات لتهدئة الناس إن ممكن تكون الطيارة دي خرجت عن مسارها ودخلت في صحراء مجهولة الهوية وغرقت في الرمال المتحركة، أو حتى وقعت في محيط واسع المجال وبرضه غرقت. وكلام كتير اتقال وقتها لحد ما اتنست القصة أصلا، ومحدش سمع عنها أي حاجة بعد كده. بس وقتها عينت الحكومة الألمانية مع الحكومة الأمريكية لجنة كبيرة عشان يعرفوا ايه سبب اللي حصل ده، عشان برغم اللي قالوه للناس بس الموضوع كان هيجننهم. بس للأسف برضه موصلوش لأي حاجة خالص، واتقفلت قصة الرحلة 513 نهائيا بالنسبة للناس وبالنسبة للحكومة، لحد ما حصل حاجة غريبة جدا، وهي ظهور الطيارة مرة تانية بعد 35 سنة من اختفائها وسط ذهول العاملين في برج المراقبة والشهود. وظهرت الطيارة يوم 12 أكتوبر 1989 وبشكل مفاجئ، وجت من العدم في مطار بورتو إليجر في البرازيل، وفضلت تدور حوالين المطار. وحصلت دربكة كبيرة جدا لأنهم ما كانوش عارفين في برج المراقبة الطيارة دي جاية منين ولا حكايتها ايه. ده حتى الطيار ما طلبش إذن بالهبوط برغم ظهورها المفاجئ، وبعد كده هبطت لوحدها. وده خلى الموضوع غامض أكتر ومثير للشكوك. وعلى طول سلطات المطار بعتت مجموعة أمنية لتفتيش الطيارة وتأمينها،
وطلبوا الإسعاف والأمن العام، والمطار اتقلب في ظرف نص ساعة. وبدأ أفراد المجموعة الأمنية يستعدوا عشان هيدخلوا يأمنوا الطيارة دي لحد لحظة الدخول. ودخلوا الطيارة فعلا، وهنا طاقم الأمن كله ركابهم خبطت في بعضها من الخوف ومن المنظر اللي عينهم شافوه جوه، وكأنه مشهد في فيلم رعب في السينما. لقوا 92 هيكل عظمي لأشخاص قاعدين على كراسيهم في الطيارة، وكلهم في وضع الثبات بدون أي هرجلة ولا أي خلل ولو بسيط. وكأن اللي حصل لهم ده حصل في لمح البصر من غير حتى ما ياخدوا بالهم. حتى قائد الطيارة الكابتن ميغيل فيكتور لقوه قاعد في كابينة القيادة وماسك مقود الطيارة وكأنه لسه بيسوق ومفيش حاجة حصلت له. وده زود المشهد رعب أكتر. وكل شيء لقوه يتحلل، هدومهم ولحمهم، بس ما لقوش أي أثر لأي عفن ولا دود ولا أي حاجة تدل على إنهم ماتوا أصلا. بس لقوا حاجة تانية أغرب من الخيال، وهي إن القهوة اللي كانت قدام الركاب لسه سخنة زي ما هي وبتطلع دخان، وكأنها لسه نازلة طازة ليهم حالا. والحادثة دي عملت بلبلة وجدل كبير جدا، وكان الكل عايزين يعرفوا ايه اللي حصل وازاي ده حصل وايه تفسيره. وبقى في محاولات كتيرة جدا لتفسير الغموض اللي حصل بالحادثة دي وازاي رجعت بعد 35 سنة من اختفائها. وهنا جه دور العلماء والباحثين اللي حاولوا يلاقوا تفسير منطقي للحادثة دي. بس في تفسيرات كتيرة ظهرت الناس ما صدقتهاش وقالت ان الناس دي بتهزي. بس اكتر تفسير انتشر وقتها كان للدكتور سيلسو إيتلو الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، وصرح وقتها وقال وأكد ان الطيارة دي دخلت فجوة دودية. اللي مش عارف ايه هي الفجوة الدودية، تعال اقول لكم بسرعة وباختصار. الفجوة الدودية دي النظرية اللي اتكلم عنها اينشتاين زمان، وهي ان في الفضاء فجوات سودة ومظلمة بتسمى بالفجوة الدودية، ودي بتعمل خلل في الزمان والمكان، او زي ما قالوا في الزمكان. وده تفسير رياضي علمي بحت ملوش اساس على ارض الواقع، ولكن دي كانت هي النظرية الاقرب انها تتصدق. ووقتها وبرغم ان في ناس كتيرة صدقته الا انه عجز عن تفسير تحول كل ركاب الطيارة لهياكل عظمية، وكمان ما قدرش يفسر ازاي ان الهيكل العظمي بتاع الطيار قدر ان هو يهبط بالطيارة بسلام. ده مش بس كده، ان الحاجات السخنة اللي كانت قدامهم ازاي فضلت سخنة وبتطلع دخان زي ما هي. وهنا الدنيا قامت وما قعدتش وقتها، وجه دور الحكومة البرازيلية وشكلت لجنة بحث وتقصي الحقائق حوالين الحادثة. بس للأسف ما أصدروش أي تصريح رسمي حول نتائج البحث والتحقيق فيه، واكتفت اللجنة بأنها قالت إن الطيارة ظهرت فجأة في السماء وهبطت بسلام. وبعد كده قفلت لجنة البحث الحكومية الموضوع ده نهائيا، وخلت نتائجها في نطاق السرية التامة. وده أثار غضب كبير جدا للناس، وطالبوا الحكومة بكشف المعلومات، وقالوا ان اخفاء اي معلومات عن الحادثة دي هتعتبر ظلم كبير في حق العلم والإنسانية، لانه لو ثبت دخول الطيارة في فجوة زمنية فعلا فان ده من شأنه انه ممكن يغير نظريتنا الحالية للعالم والعلوم. ده غير ان اهالي الضحايا اللي كان نفسهم يعرفوا ايه اللي حصل لولادهم، والدنيا هاجت جدا مرة تانية. بس الحكومة المرة دي صرحت بأغرب تصريح كان ممكن يطلعوا بيه، وأعلنوا وقالوا إن مفيش طيارة نزلت أصلا، وإن ده كلها إشاعات عملتها الجرايد عشان تكسب من وراها. واتقفل الموضوع على كده، وقالوا اللي هيتكلم فيه مش هيحصل له كويس. متهيألي إن الموضوع فيه حاجات كتير مخفية، وأظن إنها هتفضل مخفية وسرية لأن ملهاش إجابات، أو ممكن يكون ليها إجابات بس نشرها هيعمل رعب أكتر. السؤال هنا، انتم مصدقين أني نظرية إن حادثة الطيارة 513 سنتياغو حقيقية أصلا، وإن في طيارة طلعت،
ولا لأ؟ ولا إن في طيارة طلعت بس الباقي كله تأليف بهدف الربح، ولا خيال علمي وإن اللي حصل ليه تفسير فيزيائي زي ما قال أينشتاين؟ وهل الموضوع فيه فضائيين فعلا وبوابة زمنية ولا لأ؟ طب لو فعلا الحادثة حقيقية والطيارة دخلت في فجوة زمنية زي ما بنستنتج، ايه سبب ان كل الركاب اتحولوا لهياكل عظمية؟ وازاي الطيارة نزلت للمطار وهبطت بسلام؟ وازاي القهوة فضلت سخنة لحد وقتنا ده؟ محتاج اعرف رأيكم، قولولي في الكومنتات. وياريت اللي عنده اي سؤال او اقتراح برضو يسيبه هناك. اللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصة تانية هتلاقوا اللينك في اول كومنت. ما تنسوش تتابعوا الحسابات اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. بس كده. رامز عادل، المغبى أنجي.